أهلا ومرحبا بكم في قناة أمال كيتشنز تي في. اليوم باش نشارككم بعض المشتريات اللي خذيتهم من عزيزة ومن محلات تونسية مختلفة. أول حاجة معنا اليوم هي طنجرة الجرانيت هذه من ماركة تراكو، وهي ماركة ألمانية. الطنجرة هذه الديامتر متاعها 28 سنتيمتر من اللوطة، ومن فوق عندها ديامتر مختلف اللي هو 34 سنتيمتر. لونها ياسر مزيان، اللون متاعها بيج كلير، الغطاء متاعها باللار. شوفوا الديزاين متاع الطنجرة من برا كيفاش. تقريبا الطناجر متاع الماركة هذه الكل عندهم نفس الديزاين في الفون. شوفوا كيفاش يعاون على توزيع الحرارة على كامل الطنجرة. سبق وقلت لكم في فيديو قبل إن نحاولوا نجدوا المعون متاع الكوجينة متاعنا ونتخلصوا من أي حاجة مش صحية ومش عملية في الكوجينة. بدينا بطناجر بحجم متوسط، والمرة هذه خذينا طنجرة بحجم كبير كما تشوفوا ديامتر متاعها 28 سنتيمتر. طنجرة كبيرة برشا تصلح لتطيب كميات كبيرة، خاصة كي يبدأ عنا ضياف. بالنسبة لعائلتنا واللي نومبر متاعها مش كبير برشا ما نستحقوش إن نستعملوا طناجر بحجم كبير، لكن بطبيعة تنجم في مناسبات ولا وقت يكون عنا عدد جيد من الضياف نستحقوا طناجر بالحجم هذا. الطنجرة هذه كانت فرصة بالنسبة لينا، لأنه إذا باش نقارنوا الأسعار مع المغازات والمحلات الكبيرة استحالة نلقوا طنجرة بالسوم هذا. السوم متاعها 85 دينار. الطنجرة هذه خذيناها من محل صغير موجود في الحي متاعنا. الحاجة الباهية زادة إنه البواني متاع غطاء الطنجرة يركب ويتنحى بسهولة، وهذا يعاوننا وقت التنظيف. بالنسبة لي بواني متاع الطنجرة ما همش اون سيليكون كما اللي خذيناهم من عزيزة، لكن تم تصميمهم بشكل انهم يكونوا بعاد على النار. من نفس المحل هذا زاد خذينا طقم متاع كيسين تاي متكون من 6 كيسين، التكلفة متاعه 15 دينار. شوفوا الشكل واللون متاعهم ياسر محلاه. الحقيقة أنا وأمي من عشاق التاي الأخضر، وهك علاش كل فترة نحاولوا إنه نجدوا الكيسان متاع التاي. نحبوا ديما أشكال وأنواع مختلفة. أكثر نوع متاع معون تنجموا تلقوه متوفر في دارنا هما كيسان التاي وفناجين القهوة. ننتقلوا توا المشتريات من عزيزة. تعرفوا إنه الفترة هذه عزيزة تعرض في برشا منتجات موجهة للعرايس، وتسمي في العروض متاعها جهاز العروسة، وهذا تقريبا يصير ديما في فصل الصيف. تعرض برشا معون مختلف على بقية شهور العام. وأول كتالوج العزيزة باسم جهاز العروسة عرضت فيه عجانة من ماركة ماجيك هاوس. السوم متاع العجانة هذه 229 دينار. نجم نقولوا إنه العجانة هذه من الفئة الاقتصادية، سومها مقبول مقارنة بأنواع وماركات أخرى. العجانة هذه صناعة صينية بمواصفات ألمانية. البويسانس متاعها 1300 واط. العجانة هذه السعة أو الكاباسيتي متاعها 5 لتر، متكونة من الآلة أو الموتور متاع العجانة، معها 4 أكسسوارات مختلفة منهم سباتول أون بلاستيك. الأدوات هذه بطبيعة مخصصة للخفق أو لخلط العجين، عبارة على مضرب مسطح أو نسموه زادة فوي بلا، كروشيه، فوي. بالنسبة للفوي بلا أو المضرب المسطح يصلح لليبات، لليتارت، للكريم بور. الفوي بطبيعة نجمو نحضروا بيه الكريم، الجناش، نجمو نخفقوا بيه زادة بياض البيض. العجانة هذه معها زادة بول اون اسيي انوكسيدابل، ومع البول زادة عنا غطاء اون بلاستيك. اللي يميز الغطاء هذا انه معاه دي كروشيه
أون بلاستيك يعاونوا على التثبيت متاع الأخطاء بالذراع الدوار. العجينة متاعنا بطبيعة متكونة من الهاوس موتور، أو خلينا نقوله هو الجزء متاع التحكم. الهاوس موتور هذا فيه مقبض يعاون على تحديد السرعات. بطبيعة عدد السرعات المتوفرة في العجينة متاعنا 6 مع امبولسيون. أول ما نركبوا الفيش متاع العجينة نلاحظوا إنه فما إضاءة زرقاء محيطة بمقبض التحكم في السرعة. فوق المقبض عنا زادة زر يساعد على رفع وتنزيل الذراع الدوار إذا نحبوا نركبوا ليزاكسسوار متاع العجينة. البول متاع العجينة متاعنا نجموا نركبوه ونحوه بسهولة، والتنظيف متاعه سهل برشا. الغطاء اللي حكينا عليه متاع العجينة فيه فتحة تعاون باش نضيفوا المكونات أثناء العجن. أنا جربتها تقريبا لمدة أسبوع، الحقيقة هايلة. كما تشوفوا في الفيديو عملت لكم تجربة عملية وحضرت فيها عجينة الخبز الدار، ولا اللي نسموها في الجهة متاعنا الكسرة المخمرة. بطبيعة نجموا نحضروا بها برشا أنواع متاع معجنات، ونعرفوا إنه كل ما العجينة تكون مخدومة مليح كل ما النتيجة تكون أحسن. احنا عنا عجينة موجودة في روبو ملتي فونكسيونيل من ماركة سيلفر كريست، الموديل القديم بطبيعة، لكن الكاباسيتي متاعها صغيرة برشا. واحنا نحضروا برشا الخبز في الدار، هكا علاش قررت أنا وأمي إنه نشرو العجينة هذه، لأنه حاجة متعبة برشا تحضير العجينة باليد بشكل يومي.
تشوفوا النتيجة، العجينة هايلة ومطاطية، وتلاحظوا الفرق بين عجينة مخدومة باليد وعجينة بالعجانة. الحقيقة لاحظت الفرق، إنه العجينة اللي خدمتها في العجانة عطتنا نتيجة هايلة برشا، خبز هشوش وخفيف. كيف حضرت العجينة؟ ما تجاوزتش السرعة 1 و2، نتصور يكفي باش تعطي نتيجة ممتازة. العجينة اللي حضرتها مخلطة بين سميد وفارينة. وعلى فكرة الإضاءة ما تخدم إلا إذا هبطنا الذراع الدوار، طالما الذراع مرفوعة الإضاءة ما تخدمش. توا باش نحط العجينة متاعي على جنب تخمر على راحتها، وننتقلوا للمشتريات التالية. خذيت من عزيزة زادة غسول للوجه من ماركة روفيال، سبق وخذيت منه من قبل بمستخلص زيت الشاي، واللي لاحظته إنه ما يقلقش البشرة، ينظفها وما يخليهاش شايحة. أنا بشرتي مختلطة، خذيت النوع هذا الخاص بتنظيف البشرة اللي فيها حبوب. الحاجة اللي لاحظتها خاصة في الفترة متاع الكورونا وبحكم استعمال الماسك وإلا البافيت بشكل مكثف، إنه البشرة متاعي ولا فيها نوع من التهيجات اللي ما كانتش موجودة فيها قبل، وولت تطلع برشا حبوب بشكل فجئي. هيك علاش خممت أني نشري الغسول هذا. الحقيقة قبل كنت نستعمل في غسول من ماركة بابوليكس ممتاز على الآخر، وجربت الغسول هذا المتوفر في عزيزة وساعد لي البشرة متاعي زادة وما سبب ليش حتى مشاكل. اللي موضح على الامبلاج متاع الغسول هذا إنه موجه للبشرة اللي تعاني من حبوب أو من رؤوس سوداء. المفروض إنه ينظف البشرة بعمق، يحمي البشرة ويضيق المسامات. السعة متاع الغسول هذا 200 مليلتر، كمية كبيرة برشا واقتصادية. الحاجة المميزة في تركيبة الغسول هذا إنه متكون من لاسيد ساليسيليك اللي يساعد على تخليص البشرة من الجلد الميتة ومن كل العيوب كيما لي بوان نوار، كيما الحبوب. ينظف المسامات بعمق ويعاون زاد على حماية البشرة من ظهور الالتهابات ولا الحبوب الفترة معقولة. ننتقلوا توا لمشترياتي من كتالوج الجمعة هذه اللي عرضت فيه عزيزة كريم إدراتونت من ماركة ديادرمين، مناسبة للبشرة العادية والمختلطة. موضح على الامبلاج متاعها إنها تساعد على ترطيب البشرة، وهي متكونة من 88% من مواد طبيعية. نعرفوا إنه مشكلة البشرة المختلطة إنها دهنية في منطقة الجبهة والأنف والذقن وجافة في بقية المناطق. الكريم هذه المفروض إنها تحقق ترطيب متوازن لكل مناطق الوجه. السعة متاعها 50 مليلتر، وهي كريم مخصص للاستعمال في النهار. في الكتالوج عارضين زوز أنواع مختلفة من الكريم، لكن كيف مشيت للمغازان لقيت كان النوعية هذه. حطيت لكم السعر متاع الكريم في الفيديو. وصيت أختي واللي تسكن في ولاية أخرى على جماع نحاس مخصص لتحضير البسكوي، السوم متاعه تقريبا 5 دينارات، واللي بطبيعة نجمو نركبوه على ماكينة البسكوي اليدوية، لأنه الحقيقة كل ما نشري جماع بلاستيك ما نجمش نكمل به التحضير لأنه يتكسر في شتر الخدمة. ووصيتها زاد على مجموعة أقماع للتزيين واللي متكونة من 6 أشكال مختلفة مخصصين لتشكيل الكريم شانتيه ولا كريمة الزبدة. أنا ما زلت ما جربتهمش، أما حطيت لكم تصاور توضح الأشكال المفروض اللي نتحصلوا عليها باستخدام الأقماع هذم. نجموا نزينوا بيهم لي جاتو لي كاب كيك. حطيت لكم السعر زادة متاع المجموعة هذه في الفيديو. هذم مجموعة المشتريات متاعي، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نكون فدتكم بالمعلومات البسيطة اللي قدمتها في الفيديو هذا. نتمنى منكم أعزائي دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشره بين أصدقائكم وأحبابكم باش تعم الفايدة على الناس الكل. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. تصبحون على خير.